السلام عليكم. مباراة الأهلي والإسماعيلي كنت عارف إن هي مباراة هتكون من أصعب مباريات الدوري المصري. مباراة جماهيرية، الإسماعيلي بيلعب كرة حلوة من أول الدوري. عبد الرحمن مجدي تحديدا لاعب مميز جدا. عبد الرحمن مجدي ممكن نقول إن هو من اللعيبة الخمسة على مستوى الدوري المصري، وممكن نقول في أفريقيا. هو لعيب مميز جدا، ولحد دلوقتي أنا مستغرب إن هو بيلعب مع الإسماعيلي وإن هو ما انضمش للمنتخب. في بس كام نقطة كده في الماتش بتاع امبارح كنا لازم نتكلم فيها. مبدئيا كده ضربة الجزاء دي عشان تحسبها ضربة جزاء وعشان الفار يراجعها محتاج ان هو مثلا يقعد 90 دقيقة. ضربة الجزاء صعبة جدا، هي ضربة جزاء صحيحة لكن صعبة جدا 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 انت تحسبها في وقت قليل. ضربة الجزاء دي كان لازم انت تقعد تتفرج عليها اكتر من مرة، لان انت محتاج ان انت تتخيل ان رجل اللعيب جت في ركبة رامي ربيعة. خلينا بس نتكلم على لقطة تانية مهمة في الماتش ومن اللقطات اللي استفزتني جدا، وده ممكن يخلي التحكيم بتاعنا جاي ورا شوية. اللقطة بتاعت المدافع رقم 2 في الإسماعيلي، خد فاول، اتحسب عليه فاول. فلما اتحسب عليه فاول ما عجبوش القرار وراح زق بايديه الاتنين كده في صدر الحكم. انا كنت متوقع ان هو هيطلع له طرد على طول مرة واحدة بعد الانذار، لكن الحكم استنى عليه لدرجة ان اللعيب ابتدى يزيط، يعني هو حرفيا ابتدى يزيط. ما لقاش غير بعد كده كارت احمر، وبعد الكارت الاحمر قام رايح زقه في كتفه زقه، يعني انا ما فهمتهاش. اتوقع لو الحكم ده عارف حقوقه كويس هيكتب ده تقرير المباراه وهيتعرض لعقوبه وممكن يتعرض للجنه الانضباط. خلينا نتكلم بقى في شويه نقط حصلت في الماتش كلاعب كوره. عبد الرحمن مجدي من اكتر الناس اللي كانوا فعلا باذلين جهد في الماتش ده. يعني عبد الرحمن مجدي ده مثلا رادع مانجا مثلا، يعني حرفيا الواد اسماعيلاوي قوي. خلينا نتكلم بقى في الماتش ذات نفسه. اولا كده واحقاقا للحق، الاسماعيلي احسن فرقه بتلعب كوره في مصر. يعني الاسماعيلي انا بقعد اتفرج على كل ماتشاتها لان فعلا فعلا بيلعبوا كوره، ما بيفرقش معاهم مين المنافس او المنافس ده جاي يعمل ايه او هو قوي جدا او عنده هجوم ايه أو الفرق اللي ما بتلعبش زوم ديفنس قدام مهاجم منافس قوي. يعني هم حتى لو هم عارفين ان المنافس اللي قدامهم قوي هم بيلعبوا كورتهم، بيتدرجوا بالكوره، بيطلعوا بيها، بيعملوا هجمات، بيحاولوا يقفلوا الملعب تدرج جميل تمام. فالاسماعيلي فعلا بيلعب كوره نظيفه. انا بحب الاسماعيلي جدا وبحب اتفرج على كل ماتشاته، لكن انت كان لازم تعمل حساب ان الاهلي قادر يلدعك في اي وقت. يعني الاسماعيلي دلوقتي فضل الشوط الاول هجمات هنا وهجمات هنا والماتش كان متكافئ لحد ما بيرسي تاو كان عايز يحط الكوره على يمين الجون فخبطت في رجل المدافع وراحت على شماله. احمد عبد المنعم عمل ماتش كبير جدا النهارده، بس هي توفيق من عند ربنا. بيرسي تاو مكتوب له ان هو يروح يجيب جول وبيرجع لذاكره التهديف. بيخلص الشوط الاول على نفس السياق. الاسماعيلي ما بيدافعش، الاسماعيلي بيهاجم، الاسماعيلي بيروح بكور، الاسماعيلي منظم لحد ما امه حط حته جون ماركه امام عاشور. يعني امام حط الكرة وهو عارف ان هو حاططها في الجون، هو لا رافعها ولا عاملها باص ولا عاملها اي حاجه، هو واخد القرار ورايح يحطها على يمين احمد عبد المنعم. احمد عبد المنعم اللي ما توقعش اصلا ان هو ممكن يلعب الكرة دي او ان هو يلعبها كده. الجون الثاني للاهلي. من بعدها الاهلي خلاص اللي هو انا تمام مش عايز حاجه ثانيه من الماتش. بس انا شايف ان ما كانش ينفع ان ده يحصل. يعني الاهلي كان لازم يضغط ويجيب الثالث والرابع، لان الاسماعيلي من الفرق ان انت لو سبت لها هتروح تجيب فيك جول بس. فانت ما كانش ينفع تسيب الاسماعيلي من الفرق اللي ما ينفعش تسيب لها. الاسماعيلي بيلعب كوره لاخر دقيقه زيها زي الاهلي بالظبط، بل بالعكس الاهلي ابتدى يتراجع لورا وابتدت تغييرات عجيبه من كولر لدرجه ان انا شفت ان موديست نازل. طب انا دلوقتي موديست انت كده كده خلاص هيمشي اخر الموسم، يعني موديست شهر 6 خلاص هيمشي. طب انت ليه مثلا ما تنزلش كهربا؟ ما تديلوش فرصه، تخليه مثلا عنده فرصه في ان هو يلعب، خلي رجله في الملعب. وسام ابو علي كان عامل ماتش هايل جدا. انا ممكن معاك ان انت ممكن تريحه لكن ما ينزلش موديست خالص. وسام ابو علي كان عامل قلق كبير جدا للدفاع نادي الاسماعيلي. كولر ابتدى يدرج الماتش وابتدى ياخد منه اللي هو عايزه، هو شايف ان هو واخد 3 بونت فهو تمام. انا كنت شايف ان انت لو كنت قدرت تجيب الثاني او الثالث او الرابع كنت عملت كده، لان الاسماعيلي فرقه ما تامنش. الاسماعيلي كانت ممكن تتعادل معاك بسهوله، كانت ممكن تكسبك بسهوله، تعمل ريمونتادا وتكسبك بسهوله.
مبروك للاهلي وجماهيره وهارد لك للاسماعيلي. الاسماعيلي بيلعب كره نظيفه جدا وانا بحبها. ولو انتوا عايزين ان انا اعلق على ماتش الاسماعيلي، فالاسماعيلي من الفرق اللي بتلعب كوره، واتمنى تكتبوا لي ده في الكومنتات لو انتوا عايزين ده. اسف طبعا ان انا بصور الصراحه، بس عندنا ماتش الزمالك فما كانش هينفع ان انا الحم ده في ده، فكان لازم اصور بسرعه جدا. صباح الفل، واسف بقى على الاصوات اللي هي اي او معلش عشان انا في الشغل. سلام.